السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم في احسن صحة واحسن حال بفضل ذكر الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب. هنعمل النهاردة حاجة كده سهلة وبسيطة، غدا سريع جدا جدا. طبعا كلنا بنشيل هم الكشري لانه بيستهلك حلال كتير، فاحنا النهاردة هعمله معاكم في حلة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. كده نبدأ. حطيت حلتين على النار وفيهم مادة دهنية، واحدة منهم حطيت فيها البصل، قطعته أجنحة كده شرايح، وسبته الزيت يسخن، وبعدين حطيت فيه البصل. كان البصل ده حط عليه رشة ملح وايه، وحطيت عليه معلقتين نشا، لفتهم فيه وبعدين حطيتهم في الزيت. والحلة التانية حطيت فيها شعرية اهوتي بالشكل ده، واحمرها حلو، وبعدين احط عليها بقية المكونات. مادة دهنية بقى اللي انت حباه، زيت على سمنة بس، يعني زي ما تحب حط هي. البصل لفيت فيه نشا زي ما قلت لكم عشان يطلع مقرمش وحلو كده. لما الشعرية احمرت حطيت عليها مع كوباية رز كنت غسلاه ونقعاه شوية، وحطيته على الشعرية. هقلبه شوية كده يتشوح مع بعضه. بصل لسه معانا بيحمر اهو، عشان ياخد لون ذهبي كده، المقرمش بتاعنا بتاع المحلات ده اللي احنا عارفينه اللي بنحبه. واقلب الرز مع الشعرية كده عشان كله يتشمع كده، ياخد طعم بعضه، ويبقى كله متغلف بالمادة الدهنية اللي معانا. اقلب البصل كده معانا عشان يبقى كله لون واحد. بعد بقى ما الرز تشوح شوية مع الشعرية، هنحط بقى ايه. كان معايا كوباية، كوباية الا ربع عدس بجبة، كنت نقعاه قبلها ب3 ساعات، وغسلاه ونقعاه. اشوح شوية كده مع بعض، وبعدين اكب العدس عليه بالشكل ده، منقوع قبلها ب3 ساعات. لازم يتنقع عشان يبقى حلو. نشوحهم برضك مع بعض عشان يبقى حلو. طول ما احنا واقفين كده مننساش الصلاة على النبي والذكر والاستغفار. لا اله الا الله محمد رسول الله، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. الصلاة على النبي جميلة اوي، والاستغفار حلو اوي 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 اوي. متنسوش تعملوا الاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. البصل اهو تحمر، خد لون دهبي معانا اهو. هطلعه بقى في طبق عليه مناديل مطبخ عشان يتشرب الزيت الباقي. بقيت مكان البصل بقى نقصت شوية الزيت، وبعدين حطيت معلقة توم مفرومة، احمرها كده حلو في نفس الحلة بتاع البصل. هقلبها حلوة، نحمرها حلو كده، تحميرة حلوة كده الدهبي بتاعنا كده. الحلة التانية طبعا بتشوح فيها الشعرية مع حطيت فيها مكرونة كمان اهوتي. حطيت المكرونة، معلش مقطع اتحذف ده. حطيت المكرونة الصغيرة دي بتاعة الكشري بتاع المطاعم. يعني الحلة دي الوقت فيها ايه، فيها الشعرية وفيها الرز وفيها العدس بكبة وفيها ايه المكرونة. كل ده كوباية، كترش يعني على حسب اكلتنا يعني اللي احنا عارفينها. كترش عشان حاجة ما تترماش. ما فرمت بقى شفشق طماطم اهوتي، ضربته حلو في الخلاط، وبعدين حطيته على الطماطم على الثوم المتحمر. بيدي طعم جميل وريحة روعة مقولكوش عليه. المكرونة اهي، والحاجة بتتشوح في الحلة التانية اهي. وبعدين هغلي مية بقى سخنة واكبها عليها واحط عليها بهاراتها. حطيت الوقت الطماطم عليها معلقتين صلصة عشان تديله اللون الاحمر الحلو ده. المكرون بتاعه هما بيشوحوا شكله حلو اهوتي، بقول لكم جميلة جدا رهيبة. واحط بقى فوق الوش كده بقى نص كيس من اللي هو المكرونة الاسباجيتي. هوزعها على بعض، قسمتها نصين كده عشان ميبقاش طويلة قوي كده
العيال بياكلوها. قسمتها نصين وحطيتهم كده عكس بعض عشان ما يعجنوش، وحطيت ميه سخنه وحطيت الملح وحطيت كمون، وسيبهم بقى يغلوا يستووا بقى مع بعض. وهنا بقى حطيت في الطاسه دي، كنت حمرت فيها عملت لهم مع كشري جولدن بلو. حمرت فيها بقى بعد تحمير جولدن بلو، حمرت فيها مش حمرت، حطيت كوبايه ميه تغلي، وبعدين حطيت فيها معلقتين توم مفروم، وبعدين حطيت مع كوبايه خل. حطوا نص كوبايه خل مع نص كوبايه ميه، وبقى البهارات، وبقى تشربي بقى يعني تحطي بقى على الكشري احلى دقه. ما شاء الله، جميل 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 جميل، روعة، أكلة روعة، جربوها وانت هتعرف. الصلصة اهي اللون الأحمر والجميل اللي احنا عارفينه، عاملة حمص اهو، والبصل المقرمش والجندل بلو والدقة بتاعتنا الحلوة. مع السلامة.